السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. الفيديو بتاعنا النهارده طالع من مصر. عايز اعرف اللي هيتفرج على الفيديو النهارده ينزل يعلق يقول الفيديو بتاعي النهارده وصل له فين. تمام؟ دي اول حاجة. ولو الفيديو عجبك طبعا انزلي اضغطي لايك. تمام؟ ولاول مرة بتشوفيني انزلي اضغطي اشتراك وفعلي زر الجرس علشان يشوفي مني كل جديد. الفيديو النهارده بنعمل صينيتين مكرونة بشاميل زي ما انتم شايفين كده. واحده من البشاميل بتاعي المعتاد اللي انتم متعودين عليه، والتاني بالبشاميل الجاهز. تمام؟ والديك بتاعنا اللي عامل فيها ديك رومي ده مش هنسكت ولا هنسيبه في حاله، لازم نغسله وننضفه زي كويس جدا ونخليه زي الفل. هنجيب بقى الفريك بتاعنا البلدي، نغسله كويس ونسلقه ونحط عليه ملح وفلفل ومعلقه زبده، ونحشي بقى الديك بتاعنا زي ما انتم شايفين كده من جوه وفي الجناب كده من عند الوراك بتاعته بالشكل ده. وهنقفل بقى بالخله بتاعت السنان، وعلشان كانت رجليه طويله قوي هربطها هكتفه هربطها بالخيط. تمام؟ علشان يبقى شكله حلو عند التقديم. هقفل كده بالخله، وهنزل بقى بالميه بتاعتي بعد ما تغلي فيها بصله وحبهان ومستكه ولورا. هاجي بقى اعمل هدي للحمه بتاعتي العصاج بتاعي صدمه، وهنزل بالبصل بتاعي واحط شويه زبده، واول ما البصل يدبل هقلب بالمنظر ده، وهنزل بالفلفل الاسمر والملح. مش هحط بهارات اكتر من كده. والتركه بتاعتي بقى الصلصه بتاعتي اللي هتدي للعصاج لون حلو قوي، وهتخلي المكرونه مسكره كده وجميله. جربوا الطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. بالشكل ده هنركنها بقى على جنب ونعمل البشاميل بتاعنا. انا عملت بشاميل المعتاد وعملت بشاميل اللي هو الجاهز. نزلت بحوالي 1.5 لتر من اللبن وكيسين بشاميل جاهز، بس لما دقته حسيت ان هو محتاج ملح وفلفل حطيت له، وحطيت معلقتين زبده عشان التيست بتاعه كده ما يبقاش البشاميل ناشف لما يدخل الفرن، لازم يبقى دسم شويه. تمام؟ قلبته كويس على البارد، وبعد كده ولعت عليه النار لغايه ما وصلت القوام بتاعي. ركنته على جنب. وعايزه اقول لكم لو ركنتوه على جنب وحسيت ان هو لسه تقيل ممكن معلقه شوربه تظبط الدنيا. تمام؟ طبعا سلقه المكرونه بتاعتي ومجهزاها. سلقتها لمده 5 دقايق يا دوبك، بس بتطرى معايا ما بتستويش سوا كامل. هحط بقى في قاع الصينيه بشاميل، واحط نص الكميه بتاعتي في القاع تحت كده، وعليها برضو البشاميل وبعدين اللحمه. وهحط هرص يعني المكرونه يا دوبك تغطي اللحمه، يعني مش هحط مكرونه كتير. تمام؟ ركزوا معايا، انا مش مركزه، يا رب تكونوا انتم مركزين. هغطي بس كده رصه مكرونه، واحاول انا ارصها حلو. هغطي بس اللحمه بيها كده بالشكل ده، وهنزل بقى بالبشاميل بتاعي ده كده. البشاميل الجاهز. الصينيه التانية كانت بشاميل بتاعي، والاتنين والله العظيم نفس الطعم، والاتنين احلى من بعض. انا حبيت بس اجرب، اول مره كنت اجرب الجاهز بصراحه. هحط بقى بيضتين، هسمع كلام احمد حلمي واحط فلفل اسمر وملح على البيضتين. تمام؟ واحط معلقه كبيره من البشاميل على البيض بالشكل ده كده، واقلبهم ببعض. احنا كده لسه ما سويناش البشاميل بتاعنا، هنسويه ونظبطه. واللي ما بيحبش يحط بيض مفيش اي مشكله، اللبن هيفي بالغرض يعني، وهيبقى حلو برضو. هظبط بقى الدنيا كده، واكون مشغله الفرن بتاعي على درجه 180 او 200، واول ما الوش يحمر معايا بطلعها. الديك بتاعي بقى اللي انتوا فاكرينه استوى وبقى زي الفل خلاص. هجيب بقى معلقتين صلصه كبار عليهم معلقه زبده وملح وفلفل برضو، وهظبطه كده بالصلصه من كل الاتجاهات. هحمره في كل ناحيه، وش وظهر وجنبه كله، عشان يطلع معايا زي البلحه زي ما انتوا شايفين كده. كان طعمه زي العسل. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم وافادكم، وعايزه كل اللي يشوف الفيديو يقول لي هو منين. تمام؟ مع السلامه.